وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحديث يترى عن قضية مسنونات الإحرام ومحظوراته أيضا. الناس صاحب الفضيلة ممن هم يعني ينوون الحج لبيت الحرام، في الغالب أنهم أيضا ينوون الأضحية إذا عادوا إلى أوطانهم، أو ربما وكلوا غيرهم بالأضحية. هم في يعني اختلاف في شأن أخذ شيء من شعورهم وبشرتهم. هل من توضيح؟ بالنسبة للإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسألة من ضحى كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أم سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يضحي براء هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وظفره، أو لا يأخذن شيئا من شعره وظفره. وهذا في الصحيح، واختلف في وقفه ورفعه. ذهب الدارقطني إلى كونه موقوفا، وذهب جماعة من العلماء إلى كونه مرفوعا، وهذا ظاهر صنيع الإمام مسلم. اختلف العلماء في مسألة الأخذ، هل الأخذ محرم أي النهي هنا للتحريم، أم أنه للاستحباب فيكون الأخذ على الكراهة؟ ذهب جماعة من العلماء وقال سعيد المسيب وربيعة الرأي وأحمد وإسحاق وداود إلى أن الإمساك واجب لمن أراد أن يضحي، وأن الأخذ في ذلك محرم. ذهب بعض العلماء إلى الجواز ذلك، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك. ذهب بعض العلماء إلى الكراهة وقول الشافعي ورواية عن مالك أيضا، وهي المشهورة عنه. ولهذا نقول إن الأمر المترجح في هذا أن الأمر على الكراهة، وثمة قرائن تؤكد هذا وتؤيده. منها أن النبي كان يبعث بهدي إلى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج، وعن النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته مضحيا. وكذلك أيضا فإن مثل هذه الأمور العمل فيها في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما جاء التأكيد على سبيل الإيجاب، وإنما كان عملا مستفيضا ومشهورا وسرى عليه الهدي. بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يحج وأن يهدي بمكة ويريد أن يضحي في بلده، نقول السنة إما أن تهدي وإما أن تضحي. إذا أراد الإنسان يذهب إلى مكة ويريد مثلا وهو يريد أن يهدي هناك، أن يكون مثلا مفرد وقارن، أو يكون أيضا أن يكون قارن ومتمتع ويجب عليه الهدي، أو يكون مفردا ويريد أن يهدي أيضا، نقول الأفضل لك أن لا تضحي. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يضحي في بلده إذا أراد الحج. وأما إذا كان أن يترك أضحية لأهله، أو كان أهله مثلا قد وكلوا واحدا منهم، فالذي وكلوه هو الذي يمسك. وإذا كان قد وكل غيره يقوم بشرائها وذبحها، فإن الذي يمسك هو الذي يتولى هذا الشأن. ومن ضحى أو دفع المبلغ فإنه لا يقوم بالإمساك على الصحيح. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك